يلا بينا نعمل اسهل والذ كشري هتاكلوه في حياتكم، وسهل جدا كله في حله واحده. عشان بقى البصل يبقى حلو معانا تبلته بفلفل اسود وملح، واديته بقى شويه نشا صغيرين وشويه دقيق. طلع بقى مقرمش وخطير جدا. ما تزودوش النار عليه عشان ما يغمقش معاكم. اخدت بقى الزيت بتاع البصل، عملت فيه بقى الكشري اللي هعمل فيه الكشري. قلبت بقى فيه الشعرية والرز وكل حاجة. اتأكدوا انها اتغلفت بالزيت كويس جدا عشان يبقى مفلفل. العدس انا ما سلقتوش ولا عملت فيه مية سخنة ولا اي حاجة، مجرد بس انا قعدته حوالي 6 ساعات ودوست عليه بايدي كده اتقسم نصين، هو كده جاهز. فضلت بقى اقلب فيه مدة كويسة لحد ما اتأكدت ان كل حاجة كده متغلفة بالزيت. بدأت بقى احط المكرونة الاسباجيتي. قطعوها كده حوالي 3 تنصوص عشان ما تضايقوش وانتوا بتاكلوا. نزلت بقى بالمية حوالي يعني دوبك كده غطت الرز والمكرونة وبس، ما زودتش مية عشان ما يعجنش معايا. حطيت بقى شوية كمون مع شوية ملح وكيس مرقة فورية بيخلي طعمه تحفة. قلبت بقى عشان المكرونة الاسباجيتي تنزل كده لتحت شوية بس. اول بقى ما اتشرب معايا وطيت عليه النار خالص. وسبته يستوي براحته. طلع بصوا مفلفل وخطير. بس بجد سهل واحلى كشري هتاكلوه. بالنسبه لي ده احلى من ان كل حاجه هتتعمل لوحدها. يعني ده بيبقى واخد طعم كده يعني كله في بعضه كده فتحفه. نيجي بقى للصلصه. حطيت بقى شويه توم، وده برضو استخدمت زيت البصل. اول ما التوم بقى اخد لون معايا كده نزلت بالطماطم. كنت واخده معلقه توم على جنب عشان اعمل بيها الدقه بتاعه الكشري. حطيت عليها شويه ميه سخنه وشويه كزبره وشويه كمون وشويه ملح. بس كده. ما بحبش احط لها ليمون، لو انتوا بتحبوا فضيفوا لها ليمون. والخل طبعا. بس كده بقت جاهزه معايا. رجعت بقى للصلصه، حطيت عليها شويه بابريكا ورشه سكر. وحطيت عليها البهارات بقى بتاعه الكشري. بحط كمون وكزبره. في الكشري كله بحط كمون وكزبره، ما بزودش بهارات يعني. وحطيت لها كده معلقتين صلصه عشان يبقى لونها حلو معايا. اساس بقى صلصه الكشري طبعا شويه خل. بتطلع زي بتاعه المحلات بالظبط. طلع بقى طبق كشري خطير. جربوه ويا رب يعجبكم.